أسامة راح للحاج عبد الله، قال له يا حاج عبد الله أنا عايز منك تلاجة قسط وغسالة عشان بجهز البنت. عم عبد الله راجل صاحب محل بيبيع حاجات بالقسط، قال له ماشي تعالى أنا موافق. عم عبد الله عامل ناصح، قال له تعالى أنت هتمضي إيصالات على بياض. راح جاب له 10 12 إيصال وخلاه يمضي. راح أسامة امضي كلهم على بياض. عمنا أسامة التزم بالأقساط مرة واثنين وثلاثة، بس جه ما قدرش يكمل. الحاج عبد الله قال له والله انت عليك ايصالات، قال له لا مش هدفع. الراجل بلطج معاه ها اتاري اسامه كانت سمعته زي الزفت، ولا بيسدد ولا بيعمل ولا عنده بنات اصلا، وهو خد الجهاز وباعه من الراجل ونام على حق الحاج عبد الله. الحاج عبد الله راح خد الايصالات بعد سنه ما اسامه مضى عليها، وراح ملاها بمبالغ كبيره ب50,000، كل ايصال ب50,000، وابتدى يرفع عليه. اسامه هنا نيته مش سالكه، هو متمرس على الموضوع ده وعارف هو بيعمل ايه. المهم الحاج عبد الله راح المحكمه ورفع عليه الايصالات بعد ما ملاها بخط ايديه. راح جه اسامه قدام القاضي من خلال المحامي بتاعه وقال له يا ريس انا بطعن بالتزوير على الصلب. ايه الصلب ده؟ اللي هو ايصال الامانه. لا ده انا مش انا اللي ماليه. المحكمه استجابت لطلبه واسامه طعن بالتزوير على الصلب. جه تقرير الطب الشرعي قال لك في تفاوت زمني، يعني في فتره زمنيه كده بين التوقيع وبين الصلب اللي هو كلام المملي بيه ايصال الامانه، وبناء على كده راح القاضي ادى لاسامه براءه. اسامه يسكت على كده؟ لا، ده طلب من الحاج عبد الله تعويض كمان، يعني يبقى واخد حاجته وباعها ولا هو بيجوز بنت ولا حاجه، وكمان طالب تعويض وعايز يحبس الحاج عبد الله. الحاج عبد الله غلط في ايه؟ لازم نرجع بقى لاصل القانون يا جماعه. انت راجل بتبيع بالقسط وبتاخد ايصالات امانه، ما قدامكش وسيله غير ايصالات الامانه اللي انت تضمن بيها حقك. يبقى انت هنا لازم الراجل اللي بيشتري منك اول حاجه لازم تعمل عنه تحرياتك. فانت يا حاج عبد الله قبل ما تدي اي حد بضاعه اعمل تحرياتك عن الشخص اللي انت بتديله البضاعه بتاعتك اللي انت تعبان في فلوسها. دي نقطه. تاني نقطه، والله تعالى انت هتكتب ايصالات امانه، انت نصيحه لوجه الله خليه يكتب كل ايصال الامانه ويمضي ويوقع ويبصم قدامك ويملى كل ايصال الامانه قدامك. ده مش كلام يا جماعه، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام القانون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل غير مسمى فاكتبوه. ومين اللي هيكتبه؟ اللي عليه الدين. وجه القانون اكد الكلام ده عشان تقدر تحافظ على حقك، ما يبقاش انت ليك حق ويتقلب ضدك لاي سبب من الاسباب. وهنا المحكمه او القضاء بيطبق القانون بمنتهى الحزم، وربنا يسترها علينا وعليكم. ما تنسوش يا جماعه تعملوا مشاركه في القناه وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا لايك على الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ويستفيدوا منه. سلام.